عند مراجعة المناهج التعليمية وبعض الشعارات والرموز الموجودة داخل المؤسسات التربوية المغربية، يلاحظ المتابع وجود عملية ممنهجة لغرس فكرة المملكة المسلوبة أو المغرب الكبير في أذهان التلاميذ، وهي فكرة تقوم على تصور وجود مملكة واسعة الأطراف تم اغتصابها أو اغتصاب أراضيها، في حين أن هذا الكيان لم يوجد تاريخيا بالشكل الذي يروج له. ويطلق على هذه الفكرة اسم نظرية المغرب الكبير، وهي نظرية تقارن من حيث الطرح والأهداف بما يعرف بنظرية إسرائيل الكبرى. كلا المفهومين يعتمدان على التوسع الجغرافي الرمزي ومحاولة إعادة تشكيل الوعي الشعبي على أساس تاريخي مشكوك فيه. واحدة من أبرز مظاهر هذا التوجيه الإيديولوجي تتجلى في الخرائط التي تدرج في الكتب المدرسية المغربية، حيث يتم تهميش أو تجاهل الحدود الدولية القائمة بين المغرب والجزائر، في إيحاء واضح بأن الأراضي الجزائرية تابعة للمغرب. واللافت في هذا السياق أن أي محاولة من الجزائر للتصدي لهذه السردية أو الدفاع عن حدودها السيادية يتم تأطيرها إعلاميا بعبارات مثل إثارة الفتنة أو تعكير الصفو المغاربي، في محاولة لتشويه موقف دفاعي مشروع. هذا الخطاب وإن كان مغلفا بالشعارات التاريخية، إلا أن في جوهره يعكس توجها توسعيا لا يخدم الاستقرار في المنطقة، بل يهدد بإعادة إنتاج التوترات على أسس إيديولوجية لا تمث للواقع السياسي الراهن بأي صلة. هذا التوجه الذي يشبه إلى حد بعيد نظرية إسرائيل الكبرى يقوم على طمس الحقائق التاريخية والحدود المعترف بها دوليا، ويظهر ذلك جليا من خلال الخرائط المدرسية التي تلغي الحدود بين الجزائر والمغرب. الجزائر بتاريخها وثقلها الإقليمي ليست في موقع دفاع عن النفس أمام خطاب توسعي فارغ من حيث المضمون والمشروعية، بل هي في موقع الحفاظ على السيادة والاستقرار الإقليمي ومواجهة أي محاولة لإعادة رسم خريطة المنطقة بالأوهام. تحياتي لكم والسلام عليكم.